سلام يا موريس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا مزيانين وبخير. تبحرتوا ولا باقي؟ ولا نتوما كتسناو شهر 9 حتى يخرجوا تبحروا؟ انا تبحرت مره واحده وتحرقت وجيت ما عاودتش. المهم اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع ما عرفت واش الناس كيعرفوا ريديت، حيت واخا هكاك ما مشهورش عندنا بزاف في المغرب، ماشي بحال برا، ولكن هاد الموقع اللي كنت زعما مهووسه به، ديما كندخل نقرا فيه، ديما كيعجبني دوك النقاشات اللي كيكونوا، دوك الافكار اللي كيطرحوا برج الدلو كيعجبوني بقشش. وصافي فاش دخلت ليه قلت علاش ما نهضروش على هذا ماشي موضوع من دوك المواضيع اللي كيطرحوا ونتناقشوا فيهم، نشوفوا الاراء ديالكم حتى نتوما. واحد من هاد المواضيع اللي طرحوا كيسولوا سؤال طرح، والناس كيبقاو يعطيو التجارب ديالهم في الحياه، التجربه ديالهم كيفاش كانت في داك الموضوع. دونك سولوا العيالات اللي في العمر ديال 20 اشنو هما الحوايج اللي ندموا عليهم في داك الوقت. الا رجع بكم مثلا زمان، اشنو الحوايج اللي غادي تبدلوا؟ اشنا هو مثلا القرار اللي خديتيه في العشرينيات ديالك ومازال لدابا كتفكري فيه؟ وبطبيعه الحال بزاف ديالنا كيديروا بزاف ديال الاخطاء الصغار ديالهم، وكيقولوا واش انا درت هذا الشيء، ما كتحملي حتى تفكري في الحاجه، ما كتحمليش تفكري فيها. كنظن هاد المشكله كاين عندنا كلنا، ديال اننا كنا في واحد الوقت كنجوها بزاف في الراي ديال الناس الاخرين، كيفاش كيشوفونا، وكنتاثروا بزاف بالاوبينيون ديالهم على حياتنا، على اللبس ديالنا، على كيفاش كنتصرفوا، كيفاش كنلبسوا، كيفاش كنظن بزاف منا بحال هكا. وخصوصا ماشي حتى في العشرينيات، من المراهقه للفوق كنتاثروا بزاف بالناس شنو كيقولوا علينا، كيفاش كنجيوهم. يعني هادشي كان كيعصبنا، وكنا كنديروا بزاف ديال الاغلاط بحال هكا. مثلا واحد المراه قالت لهم بلي انا مثلا دابا في الاربعينيات ديالي وفي العشرينيات ديالي كنت ديما كنسوق الناس شنو غيقولوا عليا، وديما كنت كنحاول ما امكن انني نكون محبوبه عندهم. بحال مثلا خصني مثلا نلبس كيما بغاو هما، نتصرف كيما بغاو هما. وفي الاربعينيات ديالي هذوك الناس اصلا ما بقيتش كنهضر معاهم، ما كنعرف عليهم حتى شي حاجه. يعني كيفاش انا في العشرينيات كنت عاطيه هاد القيمه لهاد الدرجه، ولكن انا في الاربعينيات ما كنعرف عليهم حتى شي حاجه. وحده اخرى قال انني عطيت فرصه ثانيه لواحد الشخص، ما كانش عليا عطيت ديك الفرصه الاولى وعطيت ليه فرصه ثانيه. ما كنشوف ان مثلا كاينين شي ناس كيبغيو يعطيو فرصه ثانيه للاشخاص باش يريحوا الضمير ديالهم. انا هذا الراي ديالي، كنقول بان كاينين شي ناس كيبغيو يعطيو ديك الفرصه الثانيه باش يقولوا الغلط جا منه، انا مرتاح. وحده قالت لهم باللي المواقف اللي كنت نقدر نقول فيهم لا، ودابا فاش كنرجع نتفكر لا تحطيت شي مواقف خايبين وما كنتش كنقدر نقول لا، كون نرجع بيا الوقت اللور وانا بهذا العقل هذا كنت غادي نقول لا فيهم. وحده اخرى قالت لهم ما كنتش غادي نتزوج بكري، وكنت غادي ندير بزاف ديال الحوايج في خدمتي في الوقت ديالي. فهي ندمت على الزواج في البدايات ديال العشرينيات ديالها، كتشوف بانها تزوجات بكري، تزوجات بوقت. وواحد المرة قالت لهم بلي انا ما كنتش كنعطي راسي قيمه، يعني بقيت في بزاف ديال العلاقات اللي ما كنتش عاطيه فيهم لراسي قيمه، وضيعت بزاف ديال العمر في شي حوايج اللي ما كنتش انا عاطيه راسي ديك القيمه. كانوا استهلكوا مني الطاقه، استهلكوا مني الجهد، ضيعت عمرها وسنوات ديال العشرينيات ديالها مع الاشخاص الخطا. بزاف ناس كيديروا بحال هكا. وحده قالت لهم بلي ما مشيتش للثيرابي، ما درتش الثيرابي من قبل من بكري، حيت كون درتها كون كان الوضع ديالي احسن. دابا انا كنشوف بان العشرينيات ديالها ضيعتها وما ما خدتش العلاج النفسي اللي كان خصها تاخذه في داك الوقت. وحده قالت لهم بزاف كيهضروا على الزواج، وقالت لهم بلي انا ما كانش خصني نتزوج في العشرينيات، خديت قرار غلط. وحده اخرى قالت لهم على نفس الموضوع ديال العشرينيات، قالت لهم انا عندي 60 وانا تزوجت في العشرينات
وهذا الشيء باقي لدابا مديرونجيني. ما عرفت واش راجلها مات ولا طلقات منه. المهم قالت لهم انا الزواج في العشرينات كان اكبر غلط درتو، وانا واخا عندي 60 باقي كنفكر في داك الموضوع لدابا، وهذا القرار الخاطئ اللي خديت. وحده قالت لهم بلي انا الا كنت فاش كنتفكر العشرينيات ديالي كنقول بلي كنت كندير اغلاط، مثلا انني كنخرج بالليل في اوقات متاخره من الليل، يعني تقدر تكون 2 الليل 3 الليل لشي بلايص انا ما كنعرفوهمش، وكنبقى نتمشى بوحدي ما عندي لا تليفون لا والو. وفاش كتجي كتفكر دابا في هذا الوقت كتشوف بان عرضات راسها للخطر. انا كنت كتمشي لشي بلايص خايبين، انا كنت ما كتمشي لبلايص ما عارفاهمش وبوحدها وبلا تليفون بلا والو. قالت لك بانها كانت تقدر تتعرض لاي حاجه، للخطف، السرقه، لاي حاجه. قرار خاطئ. وحده جاتني عميقه شويه، انها قالت لك هي نادمه على انها ما دارتش تجارب في الحياه ديالها، انها ما دارتش مغامرات في العشرينيات، وهي دابا في الاربعينات. وقالت لك هذه اكثر حاجه كندمها، انني ما عشتش العشرينيات ديالي كما خصهم يتعاشوا، ما درت فيهم والو. ودابا فاش كنجي كنفكر فيها كنلقى راسي ما دايره والو. فهذا another point of view. وحده قالت لهم انني ندمت انني ما كنتش ما عطيتش الوقت لراسي، ما دوشت الوقت بوحدي. هي تزوجت وهي عمرها 19 عام، وقالت بلي انا تحملات بزاف ديال حطات الطاقه ديالها في شحال بزاف د الحوايج، وكانت عندها واحد المسؤوليه كبيره، يمكن عندها اولاد، يمكن هذا. وقالت لك انا حسيت بلي فقدت راسي في هاد المسؤوليه كامله. قالت لك فانا كنحس بلي انا ما عشتش العشرينيات ديالي كما كتصح. وحده قالت بلي انا في العشرينيات ديالي ما كانش عندي واحد النضج عاطفي، يعني فاش العلاقات ديالها ما كتحاولش تصلحهم، فيما كيوقع لها شي مشكل مع شي واحد كتمشي وكتخليه، يعني ما كتحاولش انها تصلح العلاقه معاه ولا انها تهضر معاه ولا الكومونيكاسيون، ما كايناش. قالت لك كيوقع مشكل السيده مشات. يمكن انا قالت هادشي حيت ضيعات بزاف الناس اللي كان ممكن انا تصلح العلاقه ديالها معاهم، ممكن ضيعات شي صاحبتها، شي علاقه كانت ممكن انها تكمل. يعني هي كتشوف من هذا المنظور انا ما كانش عندها نضج عاطفي في ذاك الوقت، فكتدير كات اوف ران. وحده قالت بلي انا ما كنتش كنقدر الجسد ديالي، كنت مهووسه بانني نكون ضعيفه، انني ندير مكياج، انني غير باش نرضي الطرف الاخر. ودابا هي في الثلاثينات وكتقول بلي انا فاش كنجي كنشوف تصاوري القدام كنت كنشوف براسي انني كنت زوينه، وكان سواء ضعيفه ولا غليظه كان خصني غير نستمتع بديك الفتره، انني ندوز ديك الفتره بايجابيه بدلا من انني كنضيعتها غير في محاوله ارضاء الناس الاخرين، وانني نضعف ونغلط ولا ندير مكياج ولا اي حاجه. وحده كتبات بلي انا في العشرينيات ديالي خسرت $6000 هما عندهم ديبت كارد، كيساليك المونطو اللي كاين في ديك لاكارت كتقدر انك تدين. يعني هي خسرت 6000 من هذيك الديون اللي عندها، ومن بعد ما كتخسرهم كيوليو عندك الفوائد، يعني قد ما خسرتي كيتزادوا الفوائد. قالت لك وخسرتهم في اشياء تافهه جدا، في اشياء تافهه جدا. قالت لك ما عرفاش دابا فاش كتفكر ما عرفاش شنو دوك الحوايج اللي خسرت فيهم هي الفلوس. فقالت لك كان اكبر غلط، سددت عربيه فصحى، سددت واحد المبلغ كبير وفوائد كبار. قالت لك على شي حوايج اللي انا ما كنتش دابا ما كنتفكرهمش. ايوا هادو هما النقاشات اللي كيكونوا في ريديت. واش بغيتو ندير لكم، واش بغيتو نبقاو نهضروا في هاد المواضيع، نجيب لكم مواضيع بحال هكا الا بغيتوهم. عندي بزاف ديال النقاشات، وانتم اشنو هما الحوايج اللي كتندموا عليهم، اللي كتشوفوا انكم ضيعتوهم في واحد الوقت، وانكم دابا كرجع بكم الزمان دور ما كنتوش غادي ديروا نفس الاخطاء. انا عندي بزاف ديال الحوايج نقدروا نهضروا فيهم شي مره. المهم هادشي اللي كاين. تهلاو فراسكم، باي باي.